المشكلة دي متكررة دايما معانا في حياتنا. المشكلة دي ببساطة جدا بتخلينا ان احنا ما نقدرش نحقق ونقفل ونخلص تاسك كاملة ونخلص بروجكت كامل. لما بتطلب من ابنك ان هو يوضب اوضته يوضب سريره، بيبدا ان هو يفكر تفكير ازاي ما اعملش ده. طب هلعب شويه، طب هاكل الاول. واحنا نفسنا كنا بنعمل كده وقت ما ابدا المذاكره. هبدا الساعه 6، هبدا بعد ما اكل، هبدا بعد ما اخلص كذا، هبدا بعد ما اعمل كذا. المشكله دي متكرره دايما معانا في حياتنا. المشكله دي ببساطه جدا بتخلينا ان احنا ما نقدرش نحقق ونقفل ونخلص تاسك كامله ونخلص بروجكت كامل. نبدا في سيلز كول ولا سيلز ميتنج وتطلع بيه اوتبوت. دي مشكله دايما هتسمع معاك ان انت مش قادر تطلع اوتبوت بسرعه، مش قادر تطلع اوتبوت على الارض. طب ازاي اصلا اقدر اوصل ان انا اطلع اوتبوت؟ ازاي افضل طول الوقت قادر ان انا اطلع اوت؟ ازاي لو عندي تارجتس في خلال السنه دي اقدر اطلع اوتبوت واوصل للتارجت اللي انا عايزه؟ ببساطه جدا محتاج ان انت يبقى قصادك الستبس وتاخد فيها مود الحياديه. يعني ايه مود الحياديه؟ مود الحياديه ده ببساطه ان لما تيجي تروح تعمل تاسك ما تخليش دماغك تعطلك، ما تخليش تقول لا الفلوس مش كفايه، مش هقدر ابدا دلوقتي، لا ما عنديش مجهود، لا الوقت ما فيش وقت اصلا في اليوم، ما فيش وقت في الاسبوع، هبدا البيزنس ده ازاي، هبدا الباكج الجديده اللي انا هنزلها دي ازاي، السيرفيس اللي انا هقدمها دي. فكل حاجه بتبقى مؤجله ببساطه جدا، وفي الاخر ما فيش اوت. شهر ورا شهر يعدي والاوتبوت ما بنقدرش نوصل. عشان نقدر نوصل ان احنا نطلع اوتبوت باستمراريه محتاجين ان احنا دماغنا ما تعطلناش. بدام حطيت الاكشن ستيبس اللي انت هتعملها اشتغل عليها بحياديه بكل بساطه وركز فيها جدا انها تخلص، وفي الاخر شوف النتيجه اللي انت هتطلع فيها. فببساطه جدا عشان تقدر تطلع باوتبوت محتاج ان انت تعمل اكشن بلان وتاخد مود الحياديه وما تخليش دماغك تعطل.